فخلينا ناخد القصه دي. طبعا احنا كلنا عارفين ان بره في امريكا بيبقى برجر كينج وماكدونالدز الاثنين بينهم حرب شرسه في الدعايه في الماركتنج. تمام. وبالمناسبه عكس عندنا في مصر، في امريكا بيبقى برجر كينج كفته ارجح، يعني هو الاقوى من ماكدونالدز. المهم فجه ماكدونالدز حب يعمل في يوم حمله دعايه قويه لنفسه. فقال لك ايه؟ قال لك احنا النهارده كل الساندوتش اللي هتتباع مننا باسم الفلاني، يعني مثلا دبل تشيز برجر، اي حد هيشتري مننا دبل تشيز برجر فالفلوس بتاعته دي هتروح لصالح مرضى السرطان للاطفال. وعمل حمله سوشيال ميديا قويه جدا ودفع فيها مبالغ كبيره قوي عشان يعرف الناس الموضوع ده. ليه؟ حمله دعايه. فبرجر كينج لقى ان هو عنده مشكله، في يوم هيحصل عنده دروب لان كل الناس متجهه وطبعا كل الانظار رايحه على ماكدونالدز، وده ما هو ما بيحبوش الكلام ده. فعملوا ايه؟ عملوا حاجه لطيفه جدا. هم عندهم نفس الدبل تشيز برجر. طب هو يعملوا ايه؟ هم نبهوا على كل الفروع بتاعتهم، قالوا لهم يا جماعه اي حد يجي يطلب منكم الساندوتش ده هتقولوا له لا لو سمحت حضرتك روح اشتريه من المنافس بتاعنا النهارده بس، عشان المنافس عامل ان السعر بتاعه النهارده هيروح لصالح مرضى السرطان. فبرجر كينج كان بيبعت، رغم ان هو عنده نفس المنتج والعميل داخل عايز يشتري منه، تمام، هو بيبعت العميل يشتري من ماكدونالدز. هو ما بيعملش كده عشان اثكس يعني ودين والكلام ده. امال هو عمل كده ليه؟ عشان يشوف بقى النتيجه ثاني يوم. النتيجه ثاني يوم كانت ماكدونالدز متوقعه ان السوشيال ميديا تبقى مقلوبه عليها والناس كلها بتتكلم على ماكدونالدز والعمل البطولي اللي بتعمله ماكدونالدز والتبرع والكلام ده. اللي حصل العكس تماما. ثاني يوم كل الناس بتتكلم على الفيسبوك وعلى تويتر على مين؟ على برجر كينج. ان هو ازاي بيبعت العميل بتاعه للمنافس بتاعه عشان حاجه، عشان لمصالح مرضى السرطان. ايه اللي حصل بقى؟ هو برجر كينج ما صرفش جنيه على الحمله الاعلانيه، ما عملش اي حاجه، ماكدونالدز صرف كل ده وفي الاخر ولا اتسمع.